بص يا ابني، النهاردة هقولك على حاجة ممكن تغير تفكيرك في الكمبيوتر والبرمجة كلها. في نظام تشغيل ناس كتير بتخاف منه وناس تانية بتعتمد عليه كل يوم. النظام ده اسمه لينكس. لو سمعت عنه قبل كده أو حتى ما تعرفش هو إيه، يبقى اسمعني للآخر. يعني إيه لينكس؟ لينكس يا سيدي هو نظام تشغيل زي ويندوز كده، لكن الفرق إنه مفتوح المصدر. يعني الناس تقدر تشوف الكود بتاعه وتعدل عليه، وده معناه حرية كاملة. والأهم من كده إنه مجاني 100%، يعني مش هتدفع حاجة علشان تستخدمه. مين اللي بيستخدم لينكس؟ اللي بيستخدم لينكس مش بس مبرمجين، دي شركات عالمية زي جوجل، فيسبوك، أمازون، كل السيرفرات بتاعتهم شغالة بلينكس. ليه؟ علشان سريع، آمن، وبيشتغل من غير ما ينهار زي ما بيحصل في ويندوز أوقات. هل ينفع ابتدي بيه وأنا مبتدئ؟ أكيد ينفع يا حبيبي. في نسخ من لينكس معمولة مخصوص للمبتدئين زي أوبونتو لينكس مينت، سهلة في الاستخدام وشكلها مريح، وممكن تنزلها جنب ويندوز وتجرب من غير ما تخسر حاجة. فرق لينكس عن ويندوز، خليني أقول لك كده بكل بساطة. لينكس مجاني، ويندوز لأ. لينكس آمن جدا، نادرا ما تلاقي فيروس، شغال على أجهزة قديمة بسهولة، بس في نفس الوقت مش كل الألعاب بتشتغل عليه. فلو أنت جيمر فكر الأول. لو حاسس إنك عايز تبدأ في مجال التكنولوجيا أو البرمجة، يبقى ابدأ من الصح وجرب لينكس. افتح دماغك وابدأ تتعلم حاجة جديدة، وما تنساش يا ابني، العلم عمره ما بيخسر حد.